الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي أحسن حال. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، خليكم معايا هتشوفوا المفاجآت. فيديو جبار لأول مرة هتشوفوه. فيديو ب 12 معلقة بس، ب12 معلقة بس هنعمل كيكة بتدوب في البق كأنها سحر، من غير ميزان ومن غير خلاط ومن غير لف كتير، في 5 دقايق وهناكل أحلى كيكة إيطالية هتشوفيها في حياتك. والمفاجأة المقادير كلها موجودة في البيت. ركزي معايا علشان اللي جاي هيخليك تقولي ازاي ما عملتهاش قبل كده. يا ريت تتابعوني لآخر الفيديو، ويلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا بولة هنكسر فيها 3 بيضات بحرارة الغرفة، ما يكونوش طالعين من التلاجة. ومادام في بيض يبقى في فانيليا، حاجة طبيعية. في بيض في فانيليا، بنحط معلقة فانيليا سايبة. وبعد الفانيليا ده بنحط، خلوا بالكم معايا بالتفاصيل، التفاصيل مهمة جدا. هنحط 12 معلقة سكر، كله 12، هنمشي بالترتيب. 12 معلقة سكر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وبعدين نجيب المضرب ونضربهم كويس قوي 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 لحد السكر ما يدوب معانا. كيكة في منتهى الحلاوة، هتدعولي عليها وهتقولوا يا ريت ليه ما عملناهاش قبل كده. طعم وحلاوة وهشاشة وريحة، يعني مفيش بعد كده. بعد ما بنضربهم كويس جدا جدا وندوب السكر، بنجيب الزيت، بنحط 12 معلقة زيت. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ونضربهم شوية لحد ما يتداخل المادة الدهنية اللي عملناها مع السكر والبيض. وبعد كده، بعد ما ضربناهم كويس قوي كده وتأكدنا انهم اندمجوا مع بعض، بنجيب عصير البرتقال ونحط 12 معلقة عصير برتقال، كله 12. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ونضرب وندخل المكونات كلها مع بعض. وكده تداخلت المكونات وتأكدنا ان السكر كله داب معانا مع المكونات كلها. بنجيب بقى الدقيق بتاعنا، نحط 12 معلقة دقيق.
يعني لا استعملنا ميزان ولا استعملنا كوباية معيارية ولا استعملنا أي حاجة، كله بالمعلقة. هنحط 12 معلقة دقيق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر أساسي معانا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبنحط معلقة خل، ونبتدي نضرب بالمضرب واحدة واحدة عشان الدقيق ما يعفرش معانا. وبعدين نضرب، ندخل كل المكونات مع بعض وما يبقاش فيه اي زير للدقيق، ونجيب المعلقة بتاعتنا ونشيل اللي على الجوانب وننزلهم تحت عشان الدقيق ينزل معانا. كيكة في منتهى الحلاوة. صلوا على حبيب النبي، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. دي ما تستاهلش منكم بكلمة حلوة تشجعني ان انا اجيب لكم حاجات جديدة. لا كده انا زعلان. لازم تشجعوني وتكتبوا لي كلمة حلوة بسبب الكيكة دي اللي كيكة الخرافة. كده ضربناها كويس ودخلنا كل المكونات مع بعض ومفيش دقيق معانا اصبح. هنجيب القالب بتاعنا دهنينه زيت ودهنينه دقيق وهنصب فيه، ويتبقى معانا هنحطه في قوالب صغيرة. حطيناه في القوالب الصغيرة كده وهندخله الفرن على درجة حرارة 170. هيطلع معانا بالشكل ده. اللهم صل على النبي. ريحة تجنن، ريحة خرافة، ريحة تجوع، حتى اللي شبعان يجوع من ريحتها. في منتهى الحلاوة، منتهى الطعامة. صلوا على حبيب النبي. هنجيب طبق ونقلب فيه الكيكة بتاعتنا ونقطع منه حتة ونشوف. على فكرة انا ما استنيتش لما تبرد، انا عملتها لكم سخنة زي وطالعة. لما هتبرد هتكون اجمل واحسن. صلوا على حبيبك النبي. اذكر الله وصل على حبيب النبي. شايفين هشة ازاي؟ قطنية وريحتها تجنن، وطعمها ندوق طعمها ونشوف. نجيب طبق كده ونحط فيه القطعة اللي عملناها ونبتدي ندوق طعمها. صلوا على حبيب النبي، صلوا على حبيب النبي. الله أكبر، الله أكبر. طعمها خطير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. في منتهى الطعامة ومنتهى الجمالة. بالهنا والشفا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت اللايك والاشتراك الجميل بتاعه، ودعوة حلوة منكم عشان تشجعوني. ولو عندكم أي وصفة عايزينها يا ريت تقولوا لي عليها، وأنا في أتم الاستعداد. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.